في حد اتفرج على الحلقة اللي نزلت امبارح وسأل سؤال في كومنت بيقول احنا فهمنا اللي بيحصل لما شخص يلمس شخص تاني او مقبض باب، وهو ان في شحنات كهربائية اللي هي الكترونات زايدة كانت متجمعة على سطح الجسم، ولما الجسم ده لمس جسم تاني اتوفر مسار لتفريغ الشحنة، فالالكترونات انتقلت من جسم للتاني، وده اللي بيعمل لسعة كهرباء. لو اول مره تشوفنا هتحس انك في درس فيزياء ومفاهيم شحنات كهربائيه والكترونات، هتحس الدنيا صعبه، لكن احنا بسطنا الكلام ده جدا في الحلقات اللي فاتت، فممكن ترجع تاخد عليها نظره سريعه وترجع لنا تاني. السؤال: ليه بقى حسينا بلسعه لما الشحنات الكهربائيه اللي هي الالكترونات انتقلت؟ تعال احكي لك كده حاجه ملهاش علاقه بالكهرباء بس هنشرح من خلالها. عارف لما بيقولك لو في تسريب غاز عندك في المطبخ او شميت ريحه غاز قويه اوعى تفتح النور او تشغل اي جهاز كهربي؟ ليه؟ ايه العلاقه؟ لو فتحت النور هيحصل انفجار. برضو ليه؟ الكوبس او مفتاح النور هو ببساطة جزء من دايرة كهربائية، لما بفتحه بكمل المسار بتاع الدايرة فالالكترونات تقدر تمشي ويتولد تيار، لكن لما بقفله بفصل نقطة في الدايرة فالمسار يتقطع والالكترونات متقدرش تمشي ويتوقف التيار. اللي حصل لما انت فتحت النور او شغلت جهاز كهربي حصل تفريغ للشحنات الكهربائية، ده تفريغ خاص بالدوائر الكهربية والتيار هنشرحه بعدين. التفريغ بيحصل ازاي؟ اللي بيحصل لما انت بتضغط على الكوبس عشان تفتح النور، الضغطة دي معناها انك بتقرب نقطتين من النحاس، يعني بتقرب سلكين مثلا، تمام؟ او اي موصل، مش شرط النحاس يعني، المهم انك بتقرب نقطتين او سلكين من النحاس علشان تغلق الدايرة ويمر التيار. طب لو انت ضغطت على الكوبس علشان تقفل النور، الضغطة دي بيكون معناها انك بتبعد نقطتين او سلكين من النحاس عن بعض علشان تفتح الدايرة والتيار ما يمرش. تمام كده؟ تمام. طب لو انا دلوقتي دوست على الكوبس علشان افتح النور، يعني انا دلوقتي بقرب نقطتين من النحاس، ايه اللي بيحصل؟ في اللحظة دي النقطتين دول بيقربوا جدا من بعض بس لسه ما لمسوش، الالكترونات بقى بتبدأ تتشوق تعدي، يحصل ايه؟ يحصل تفريغ كهربي. يعني ايه برضو؟ تنتقل الالكترونات من طرف السلك للطرف التاني قبل ما يلمسوا بعض. ده كله بيحصل مش في فينتو ثانية، لا في نانو ثانية، والنانو اقل كتير من الفينتو، اوكي؟ بعدها يحصل انفجار شديد جدا نتيجة وجود الغاز. ايه علاقة الكهرباء برضو بالغاز والانفجار؟ هنا الكهرباء كتيار كهربي وكدايرة كهربية ملهاش اي علاقة بالانفجار خالص. امال ليه لما فتحنا الكوبس حصل انفجار مع ان الكوبس ده كهرباء؟ هنا بقى هوضح لك اللي بيحصل. لما بيحصل تفريغ بيحصل ايه؟ اي تفريغ كهربي بيحصل في الدنيا بينتج عنه انواع مختلفة من الطاقات حسب الحالة. يعني أنا التفريغ الكهربي ممكن ينتج عنه طاقة حرارية، الشحنات بتبقى بتتحرك بسرعة عالية جدا في الهواء أو الجسم وبعد كده تصطدم بجزيئات تانية، الاصطدام ده يولد حرارة كبيرة جدا، تمام؟ ممكن برضو ينتج عندي من التفريغ الكهربي طاقة ضوئية، طاقة صوتية، المهم انه بينتج ايه؟ كثير من الطاقات. هل كل الطاقات دي بتتولد مع بعض اثناء التفريغ الكهربي؟ لا، مش بالضرورة ان كل الطاقات دي تتولد مع بعض، لكن في الغالب بيتولد منهم اكثر من نوع في نفس اللحظة، وده بيعتمد على شدة التفريغ، نوع المادة، والظروف حوالين التفريغ. المهم يعني التفريغ بينتج عنه شرارة، الشرارة دي هي الطاقة الحرارية، بس ده في حالة ان فرق الجهد كافي انه يولد الشرارة دي، تمام؟ تمام. في حالة الكوبس بقى، لما انت بتضغط على الكوبس عشان تفتح النور، في الحالة دي بيكون الجهد كافي جدا لتوليد طاقة حرارية اللي هي الشرارة. يبقى لما انت فتحت النور وفي غاز كتير في المكان حصل انفجار بسبب الشرارة او الطاقة الحرارية، مش الكهرباء. الكهرباء ملهاش اي علاقة كتيار كهربي او دايرة كهربائية بالانفجار، هي الشرارة اللي نتجت هي اللي عملت الانفجار. اي انفجار او احتراق محتاج 3 شروط اساسية احنا بنسميه علميا مثلث النار. اول حاجة بيكون وقود، الوقود ده زي الغاز الطبيعي بنزين او هيدروجين. تاني حاجة اكسجين، الاكسجين موجود في الهواء. تالت حاجة مصدر طاقة حرارية،
الطاقة دي عشان يبدأ التفاعل. تمام كده؟ هل الشرارة تعتبر طاقة حرارية؟ أيوة، الشرارة هي شكل من أشكال الطاقة الحرارية بس بشكل خاص جدا. الشرارة بتساوي طاقة حرارية مركزة جدا في نقطة صغيرة. يبقى كده توفر عندك الوقود اللي هو الغاز والأكسجين في الجو، والشرارة اللي نتجت لما انت فتحت الكوبس نتيجة تفريغ الشحنة. يعني الانفجار ملوش علاقة بالكهرباء كتيار كهربي أو كدائرة كهربائية، هو حصل بسبب الشرارة اللي خرجت من التفريغ. المهم نرجع لسؤالنا، ليه حسيت بكهرباء لما لمست شخص آخر وحصل تفريغ؟ لأن التفريغ بينتج عنه طاقة حرارية اللي هي الشرارة، وهي دي اللسعة اللي انت حسيتها، الطاقة الحرارية. يعني دي مش كهرباء، لا، اللي حسيت بيه ده مش كهرباء، لأن الكهرباء ما مرتش في جسمك كتيار، إنما انت حسيت بالطاقة الناتجة عن التفريغ اللي هي الشرارة، الطاقة الحرارية. طب لو مسكت سلك عريان متوصل يعني بجهد كهربي هحس برضو بالطاقة؟ هنا بقى هقولك للأسف هتحس بالتيار نفسه لأن التيار بقى ماشي في جسمك، الإلكترونات بتتحرك في جسمك في تيار. طب ليه لما بيمشي تيار في جسم حد بيحصل له ضرر كبير وممكن يؤدي إلى الموت؟ هقولك ليه. فاكر لما قلتلك إن القلب بيشتغل بإشارات كهربية؟ المخ بيبعت أوامر للأعصاب عن طريق نبضات كهربية، العضلات بتنقبض لما يجي ليها تيار كهربي صغير جدا. يعني جسم الإنسان بيشتغل أصلا بالكهرباء، جسمك مهيأ للتعامل مع تيار كهربي دقيق جدا ومنظم جدا. لما تيار خارجي يدخل جسمك زي لما تمسك سلك كهرباء بيبقى تيار عشوائي قوي جدا مستمر، مش منظم زي التيار الطبيعي في الجسم، وده يعمل كوارث زي يلخبط الإشارات العصبية. الأعصاب بتشتغل بنبضات كهربائية خفيفة، لو دخل تيار قوي زي 220 فولت اللي هو التيار بتاع البيت بيلخبط كل الإشارات. النتيجة العضلات بتنقبض بشكل عنيف ومش طبيعي، الشخص ممكن ما يعرفش يسيب السلك بسبب التشنج، ممكن يوقف القلب بينبض بإشارات كهربائية منتظمة جدا. التيار الخارجي ممكن يشوش أو يوقف الإشارات دي، ممكن يسبب رجفان بطيني، القلب يهتز لكن ما يضخش الدم، وده ممكن يؤدي للموت خلال ثواني لو ما تلحقش، يخرب خلايا المخ والأعضاء. الخلايا العصبية حساسة جدا لأي شحنات زائدة. التيار الكهربي ممكن يحرق أو يدمر النسيج نفسه، حتى لو الشخص نجا ممكن يحصل له فقدان ذاكرة، تلف عصبي دائم، ضعف في الحركة أو الإحساس. انت عارف لما بنحط ترانزستور او فيوز في الاجهزة الحساسة عشان لما التيار يعلى ما تتحرقش وتبوظ؟ للأسف بقى احنا ما عندناش ترانزستور، عشان كده انصحك تبعد عن اي سلك عريان واحب اطمنك، لو لمست حد وسمعت شرارة خفيفة او حسيت بلسعة ما تقلقش، دي مش كهرباء مشيت في جسمك، دي كانت مجرد قبلة حارة من الالكترونات وهي بتودع سطح جلدك. واو! وفي النهاية أتمنى تكون الفكرة وضحت، ولو أول مرة تشوفنا ممكن تكون مش فاهم نقط كتير بشكل مفصل، ممكن ترجع تاخد لفة على الفيديوهات بتاعت السلسلة. وأخيرا وليس آخرا، أنا هاجر محمد، هدفي أفسر لك الحاجات اللي بتحصل حواليك وإزاي العلم بدأ لحد ما وصلنا لكل التكنولوجيا دي، وأحكي لك تاريخ تطور العلم والتكنولوجيا. ما تنساش تعمل لنا متابعة ولايك وشير لأن الجاي هيبهرك.